وقع في حبها من أول نظرة، ووقف قدام الدنيا كلها علشانها، وهي وافقت عليه بطريقة رومانسية جدا. كان نفسه تبقى شريكة حياته، بس القدر بعد بينهم بعد سنين قربة وعيال وتعب. بدأت معاه مشواره وما كانش نفسها تبعد عنه أبدا. عينيه لسه بتلمع لما بتيجي سيرتها، ونفسه يكمل حياته معاها. طلع في مفاجأة عن ولاده مش كتير يعرفوها، وابنه الكبير هو اللي شايل الليلة كلها. حياة فضل شاكر الشخصية تاهت في وسط زحمة الحياة العملية والمشاكل اللي وقع فيها السنين اللي فاتت، بس في حاجات فيه محدش قدر يغيرها أبدا ولا حتى اللي مر بيه. يا ترى حكاية مراته نادية، وهل فعلا اتجوز عليها وسط أحداثه السنين اللي فاتت؟ هل محمد فضل شاكر هو ابنه الوحيد ولا عنده ولاد تانيين؟ ايه علاقة جورج وسوف بجواز فضل شاكر، وازاي هو كان طريق لجوازه؟ تفاصيل كتير عن الحياة الشخصية لفضل شاكر وأسرار هتعرفوها عن طريق الفيديو ده. خليكم معايا للآخر. فضل شاكر الناس عرفته من أول ما ظهر بإنه المطرب الرومانسي الحساس، بس برضه ما كانوش عارفين المطرب المفضل ليهم حياته الشخصية عاملة إزاي ولا تفاصيلها إيه. تعالوا بقى إحنا هنكشف ليكوا عنها وحكاية مراته اللي وقع في حبها من أول نظرة. فضل كان بيتدرب على الغنى عند خال مراته على السطح، وكانوا بيشتغلوا كمان مع بعض في الأفراح، وده خلاه قريب من العيلة وسهل عليه حاجات كتير، لحد ما شافها أول مرة في فرح وعينه وقعت عليها وما قدرش ينساها. ووقتها هو ونادية كانوا صغيرين وهو كان لسه بيبدأ حياته. وقع في حب نادية على طول، وكان بيحاول يقرب منها ويلفت نظرها بأي شكل، وقدر يعمل ده بصوته والأغاني اللي كان بيغنيها، واللي كانت أهم واحدة بالنسبة له أغنية لجورج وسوف. حاول فضل يتقرب من العيلة أكتر، وقبل ما يتشهر كان طالب إيديها وراح لخالتها علشان تلعب معاه لعبة إن نادية لو بتحبه وموافقة تتجوزه تطلب منه في الفرح اللي جاي إنه يغني أغنية جورج وسوف اللي هي بتحبها. وفعلا في نص الفرح طلبت منه نادية الأغنية، وراح فضل علشان يتقدم لها. وكانت المفاجأة الكبيرة وهي ان اخواتها الكبار واخوالها رفضوا فضل، واللي كانت خناقة كبيرة مع خاله اللي كان صاحبه، وده لانهم كانوا متشددين وشايفين ان الغنى حرام، لحد ما خالها واجههم بانه شغال معاه، يعني الحرام ليه حرام عليه هو كمان. وقصاد اصرارهم اتجوز فضل من حب حياته زي ما بيقول عليها، واللي ما حبش في الدنيا ابدا غيرها، على عكس الاشاعات اللي طلعت وقت ظروفه وانه اتجوز تاني. وبعد عيشة كلها دلع واستقرار وكمان 3 عيال. أيوة، ما هو فضل شاكر عنده ولد وبنت تاني غير محمد، بس محمد بقى هو اللي اتشهر، وعلشان هو الكبير الأحداث حصلت في حياة العيلة خلته يتصدر هو الصورة. مرات فضل اتغيرت مع التغيرات اللي حصلت له، وزي ما حياتهم مشيت مع بعض اتطورت كمان مع بعض. وهي اتحجبت بعد ما كانت بشعرها، بس التغير كمان إن بقى في جزء منها عصبي زيادة بعد ما حبيبها ما بقاش موجود. زي هو كمان معنيه بتلمع لما بتيجي سيرتها، ويقول إن اللي كان نفسه فيه إنها تبقى شريكة عمره كله وما تفرقش بينهم السنين، وكل واحد فيهم تنتهي بيه الحياة في مخيم بعيد عن التاني. بس فضل لسه عنده أمل إن الدنيا ترجع بينهم تاني ويعيشوا مع بعض اللي ما عاشوهوش، ويغني لها أغاني جورج من تاني. انتوا بقى كنتوا عارفين أي حاجة عن القصة دي ولا لأ؟